السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للعطل اللي بيظهر لك في المكنة الكيوسيرا 7301، طبعا اتفرجت على فيديوهات كتير وبتقابل حاجات كتير وفي الاخر المشكلة ما بتتحلش، فانا اعرفك ازاي تحل المشكلة بطريقة سريعة جدا ويبقى الموضوع سريع جدا. ركز بس معايا في الفيديو، تعمل لايك واشتراك في القناة وتصلي على النبي. تعالى بقى معايا لمكنة التصوير عندك، هتفتح الباب الامامي كده تمام، وبعد كده هتطلع علبة الحبر تحطها على جنب. تمام، عندنا هنا 4 مسامير. تعالى نوت كده قرب. عندنا هنا مسمار، بس طبعا انا هحلل المسامير عشان يبقى الفيديو سريع عليك. واحد، وادي 2 فوق، وادي واحد، وادي التاني هنا تحت. تمام، وبعد كده هتفك المسمار بتاع الوش دوت وهتفتحه، وهتقوم جاي خلع الكابل ده. تمام، انا كده خلعت الكابل وفتحت الحزام بتاع الكابل وطلعته كده على جنب. هقوم جاي دايس على علبة العادم دي مطلعها لبره كده، وهنا في لوك اهو ينزل لتحت، وهنا برضو ايه في لوك. طبعا انا بشرح لك الفيديو ده بطريقه سريعه علشان تحل المشكله، وصدقني هي دي الطريقه الوحيده لحل الكود بتاع ال 7301 بكل سهوله. تمام، وهتبدا تطلع الهوبر كده زي ما انت شايف. اولا الكود ده بيبقى مشكله الهوبر، معنى ان هو اداك الكود ده بيبقى الهوبر مسدود. في كذا سنسور كده بيبقوا يعني فيهم حبر مسدود، فاحنا دلوقتي عايزين نسلك الهوبر دوت ننضفه بحيث ان هو ايه يستجيب معانا. تمام، هتعمل ايه؟ هتمسك الهبر في ايدك كده وتبدا تخبط عليه بطريقه كده بالراحه، بحيث ان لو في حبر متجمد فيه او حاجه يبدا ان هو يتسلك معاك. تمام، وبيبقى عندك 3 فتحات في الهبر. لازم ال3 فتحات دول ان انت يعني تضغط ببلاور فيهم او تحاول ان انت تنضفهم كويس. تخبط مثلا، تخبط على الفيدر كده وتحاول ان انت تنضفهم. هي بص هتنزل معايا حبره. تمام، ده اول واحد فوق اهو، بيبقى فوق بتنضفه. تمام، يا اما ببلاور يا اما بالمفك زي ما انا قلت لك. وتاني مخرج بيبقى تحت اهو، ده بردك هتفتحه وتنضفه من الحبر المتجمد جوه اهو. تمام، وبيبقى في واحد تالت هو ده الاخير اللي هو ده، او هو بينزل معايا حبر اهوت. تمام، وطبعا انا كل ما بخبط على الهبر كده فلو في اي حبر متكلكع بيبدا ان هو يبقى سايب معايا، بحيث ان انا اعرف انضفه كويس. بس الافضل طبعا ان انت تحط بلور بحيث ان انت تنضف. ادي الهبر قدامنا اهوت بشكله الطبيعي، ادي واحد بيتنضف. تمام، تلف الهبر كده عندك التاني اهو، والتالت تحت اللي هو ده. وبعد ما بتخلص الكلام ده بترجع تركب الهبر تاني بتاعك. تمام، بتدوس برضو على الجنب هنا والجنب هنا، وبتبدأ ان انت تركب الهبر بتاعك تاني. وعايزك تركز معايا في الفيديو دوت لحد الاخر عشان بجد هتستفيد فيه وتحل بعد كده كل الاعطال. تمام، نركب الهبر بتاعنا، بعد كده بنركب الجاك. تمام، وبعد كده بنحطه في القفل اهو، بنقفل القفل وببدأ اركب. ادي مسمار، ادي التاني تحت، وادي واحد اتنين مسمارين برضو فوق بعض، وبركب المسمار الاخير بتاعي. تمام، وبعد كده هركب علبة الحبر. تمام، وهشغل المكنة وان شاء الله اللي هيكون الايرور اللي كان ظاهر عندي ده راح خالص. فعايزك يعني تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وتأكد ان انت طول ما انت معايا ان شاء الله في القناة انا هساعدك في اي عطل بيقابلك. ولو عوزت اي حاجه بتكتب لي في التعليقات، باشمهندس مثلا انا عندي مشكله كذا او عندي كود كذا او المكنه بتحشر في المكان الكذا مثلا، وانا ان شاء الله هساعدك في كل حاجه. السلام عليكم.